يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص بعد بكرة. واخيرا علقت زينة رمضان. اغششكم، انا عايزة اغششكم تشوفوا حتة صغنطوطة بس ولا تشوفوا الفيديو؟ لا، تشوفوا الفيديو. بصوا بقى، اول حاجة بدأت ان انا اعملها اني طلعت الورق بتاع الزينة علشان هو جاي في اكياس من غير الرباط بتاعه، يعني احنا اللي بندخل الرباط فيه وكده علشان يتعلق. فانا بدأت ان انا ارتب الكلمة كده علشان ما اتلخبطش، وعلشان احط الحبل فيها ونبدأ ان احنا نعلقها. بس الرباط اللي كان جاي معاها او الدبور، مش عارفة اسمها ايه بصراحة، كانت قصيرة قوي، فما كانتش هتطول الحيطة دي كلها. فانا بصراحة كان عندي نفس الرباط اللي كان جاي معايا اللي هو الخيط الخيش ده، فقصيت على قد طول الحيطة، وبدأت بقى ان انا ادخل ورقة ورقة كده. المهم بقى ان انا ما كنتش مرتبة في دماغي اي حاجة، يعني ما كنتش عارفة هعلق فين ولا هعمل ايه. انا دايما بقعد ارتب كده قبل ما اعمل الحاجة، ولكن المرة دي ما كنتش مرتبة علشان كنت مستعجلة ان انا اعمل الفيديو وانزله لكم كده، فما كنتش مرتبة اي حاجة. فده اترتب عليه يعني. هتشوفوا، مش هصدمكم دلوقتي. بدأت بقى ان انا اعمل اول كلمة اللي هي رمضان. شفتوا انا كنت قايله لكم انا رصيتهم قدامي علشان ما اتلخبطش، معرفش حرف الكي ده دخل جوه كلمه رمضان ازاي. انا كنت بتكلم بقى ومع ماما واختي وكده وهم واقفين، فما كنتش مركزه انا بعمل ايه بقى. المهم بقى ان انا بعد ما اتشعلقت كده الشعلقه دي و... وعملت الكلمه ورفعتها وربطتها وكل حاجه، اكتشفت بقى الصدمه، يعني خدت الصدمه بقى. وانا لولا برضو ان اختي هي اللي خلتني اخد بالي، انا ما كنتش خدت بالي خالص لان انا كنت بربط، فانا مش شايفه انا بعمل ايه. ممكن ما كنتش ركزت اصلا، يعني كنت صورت الفيديو وكل حاجه، ما كنتش ركزت انا ايه اللي مكتوب ده، لان انا ما قريتش بقى، انا رتبت الكلمه قبل ما احطها في الحبل، فالحمد لله يعني. المهم ان انا لسه لحد دلوقتي ما كنتش اكتشفت بقى. بصوا برضو يعني بظبط الحروف، وبرضو مش واخده بالي خالص لان انا يعني انا مش شايفه هنا بقى. كنت تنحت، هو ايه ده، هو ايه اللي انا عاملاه ده. رجعت بقى فكيت كل ده تاني وبعدين ركبته بقى. يعني انا مش عايزه اعدلكم انا فكيته وركبت كام مره، بس هتشوفوا ايه اللي حصل اصلا في اخر الفيديو يعني. فانا هنا بقى ركبت اول حبل، بعدين اخدت بقى الحبل التاني ركبته تحتها بحيث ان هم يكونوا تحت بعض كده. انا الكلمه دي دوختني على بال لما لقيتها، ودوختني وانا بركبها، يعني انا مش فاهمه. اكتر حاجه خدت فيها وقت، مش فاهمه ليه. يعني في زينة تانية برضو يعني مش مربوطة، الورق بتاعها مش مربوط، بس مش عارفة اشمعنى دي اكتر واحدة خدت معايا وقت كبير كده، مش فاهمة. قعدت فيها لحد ما الدنيا ليلت علينا تقريبا يعني، والشمس خلاص كانت بدأت تروح، وكنت تعبت وفرهدت بقى. فانا دلوقتي بقى هركبهم تحت بعض زي ما قلت لكم كده. وبرضه عشان انا مش مرتبه انا عايزه اعلق فين واعمل ايه، كنت ملقلقه يعني، وانا بركب كنت اللي هو حاسه انه شكلهم مش عاجبني او انا بعمل وخلاص، فانا كنت عارفه اللي هو بيعمل كده وخلاص بقى يعني، يأس. بصوا بقى، انا كنت عايزه اعلق عليها الفوانيس اللي هي بتنور دي، ولكن كانت الفيشه بعيده قوي، وهي كانت قصيره حوالي 3 متر او 2 متر ونص مش فاكره. فما كانتش هتنفع. كنت حاسه ان شكلها هيبقى لذيذ برضه، بس كانت قصيره قوي فما نفعتش. انا كنت بجرب يعني حاولت كده، بس برضو لا، يعني حسيت ان لا، مش هطول، ولو عملت مشترك فهيبقى شكله مش حلو، هيبقى باين، فرحت شايلاها.
وهركب بقى فروع النور، هلفها حوالينها كده علشان ما يبقاش ايه كل حاجة في حتة كده، لأ كنت عايزاها كلها تبقى منورة يعني، والفروع تبقى عليها. بصوا بقى، أنا هنا كنت علقت خلاص فرع النور عليها وشغلتها، كانت لذيذة والله، هي لذيذة وحلوة وكل حاجة، بس أنا يعني أقول لكم أنا عملت إيه في الآخر؟ لأ، خليكوا تشوفوا أنا هعمل إيه في الآخر. مش وحشة، بس يعني إيه، خلينا لآخر الفيديو. المهم بقى، أنا كان عندي الفرعين دول والزينة دي يعني من السنة اللي قبل اللي فاتت، ما كنتش عارفة أعمل بيها إيه. هما كانوا قصيرين يعني، ما كانوش طوال، لأن هما الاتنين كانوا فرعين كده مكان الكلمة دي، كانوا تحت بعض وعليهم فرع النور ده. فأنا كنت محتارة أركبهم فين وكده، قلت هركبهم فوق المراية وأشوف شكلهم، بس حسيت إنه لأ، يعني إيه، هيبقى عكة قوي. طبعا أنا فوق فأنا مش شايفة اللي بيحصل تحت أو الشكل إيه تحت، فقلت إيه، أنا هربط الفرعين ببعض وهعلقهم على الدولاب كده، وهشوف بقى شكلهم عامل ازاي، يعني لو ما عجبونيش هشيلهم. بس بصراحة يعني عجبوني، يعني حسيت لا شكلها حلو. نطقت الأوضة الناحية دي كده، هنا ما كنتش عارفة أعلقه فين بقى، أحطه فين، فرسيت بقى إن أنا ألفه على الدولاب من الجنب كده. والله كان شكله لذيذ قوي، يعني شكله حلو، مش بطل. لا هو مش بطل، هو حلو. هي الإضاءة هنا كنا خلاص بقى الليل بدأ يليل، فالشمس مش داخلة، فالإضاءة هتحسوها مش حلوة يعني. بصوا، هنا كنت علقت على الدولاب والناحية التانية كمان، حاسة في فرق، يعني حاسة في حاجة ناقصة، حاجة غلط. المهم انا جبت بقى الفوانيس اللي هي النحاس دي واللي لونها دهبي اللي بتنور، وقلت ايه هعلقهم على المراية. دي كان شكلها لطيف، كانت لذيذة، حلو يعني، حلو، حبيتها. بس حسيت ان هي يعني ايه، واحدة طويلة واحدة قصيرة، هعدلهم، عدلتهم اصلا، بس مش عارفة بقى ظهرت في الفيديو ولا لا. دول بقى اللي كانوا ناقصين فعملتهم عند الحيطة التانية. فاكرين الستارة اللي متعلقة دي، اللي انا قلت لكم مش عارفة هعمل بيها ايه؟ انا خدت واحدة واحدة، ربطتهم في حبل وعملتها ان هي ستارة وحطيتها على الستارة، ويهيأ لكم ان ده كده الفاينل لوك للأوضة، وان انا كده خلصت. بس يعني ما بقاش هايدي وما بقاش مجنونة لو ما كانش حصل اللي حصل النهاردة ده. ف جماعة انا مش عارفة اودي وشي منكم فين، بس انا اتجننت في عقلي ونقلت مكان الستارة، وهنقل الكلمة دي هنا. انا لسه صاحية، وزي ما انتم شايفين الأوضة على بعض، والله كانت نظيفة، ولكن قبل ما اروق واعمل اي حاجة انا هنقل الحاجة دي. مش عارفة، انا مش حباها هنا، والله شكلها لذيذ وكل حاجة، بس انا مش عارفة ليه مش حباها هنا. يعني فكرت اجيب الستارة دي هنا هوريها لكم، انا حطيتها، بس حسيت الدنيا زحمة هنا، لان هنا ايه، الحيطة مش ستريت، مش واحدة، فحسيت انه لا. انا عارفة ان انا يعني مجنونة، بس يعني ما بحبش اعمل حاجة واحس انها مش حلو. حاسة هنا الستارة شكلها يبقى ألطف يعني، مش عارفة دي تهيؤات بقى ولا ايه، فتعالوا نجرب ونشوف. قولولي كده احسن صح؟ حاسة ان هنا كده اشيك، لما كانت محطوطة على الستارة والتانية برضو كانت محطوطة هنا، فحاسة انه لأ. هجيب بقى دول، ناقص دول بقى، المفروض ان انا هعلقهم الناحية التانية هنا، وهعلق عليهم فروع النور. انا كنت عايزة اعلق فروع النور هنا، ولكن علشان هنا محطوط برضو فروع، بس دي بتنور الأوضة يعني أبيض مش ورم أو أصفر، فهتبقى تقيلة قوي، وخايفة ان هي تقوم واخدة كل ده تقع، فلا يعني مش هحطها هنا.
مع انها كنت حاسة يعني ان هي هتنورها فهتبقى شكلها لذيذ، بس مش عارفة بقى. فأنا مش عارفة اعمل ايه. مش مشكلة، هجرب بقى التانية هناك. تعالوا شوفوها من بعيد. حلوة صح؟ لذيذة. هو بس الفرع اللي فوق ده لو كان مظبوط شوية صغنطتي كان هتبقى شكلها ألذ يعني، بس هي مش بطالة حلوة. بصوا أنا ركبت دي هنا، ناقص بقى التانية هركبها فوقيها أو تحتيها يعني مش عارفة لسه. وحاسة في فراغ قوي، مش عارفة بقى لما ألف فرع النور يعني هيتظبط ولا أحاول بقى أظبطه بحاجة، يعني فكرة كده من عندي. هنشوف دلوقتي. حاسة كده شكلها أحلى عشان ماتشي مع التانية دي لنفس اللون، فحاسة إن في توازن في الألوان كده وتناسق في الديكور. صح ولا إيه؟ أصل التانية حسيت إنها كانت رخمة قوي هنا، يعني كانت رخمة هنا. بس مش عارفة كده إيه. تعالوا نعلق بس فرع النور الأول ونظبط الأطراف المدلدلة دي ونيجي. بصوا بقى انا علقت عليها فرع النور، هشغله بقى، استنى اشوفه لما تنور. صدق شكلها حلو. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان يا حبيب، رمضان.